انا عايزاكم تشوفوا القمر ده وتدوبوا معايا في الحلاوة دي. شايفين القوام كريم ازاي وفي نفس الوقت متماسك ولا غلطة؟ هقول لكم ازاي نعمل رز بلبن ناجح واحلى من بتاع المحلات ومن غير ما نحط اضافات كتير خالص. بس قبل ما نبدأ اعملوا لي لايك وفولو ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنحتاج نص كوباية رز يكون نوع ما بيتغسلش، لان النشا اللي في الرز دي بتساعد على تماسك قوام الرز بلبن. طيب لو الرز اللي عندنا في البيت لازم يتغسل هنعمل ايه؟ يبقى هنشطفه شطفه خفيفه، بس لو في تراب او حاجه مجرد بس شطفه صغيره كده ننزل التراب اللي عليه، ولكن مش هينفع نفضل نغسل فيه لحد اما ينزل النشا اللي فيه والميه بتاعته تبقى شفافه كده، مجرد بس شطفه خفيفه. هنحط عليه كوبايتين ميه ونسيبه على نار متوسطه لحد ما يستوي كويس جدا بس ما يعجنش، يوصل للشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هنحط لتر لبن وكوبايه سكر ونقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب، ولو انتم بتحبوا السكر زياده شويه ممكن تزودوه شويه كمان. هندوب 5 معالق كبار نشا في كوبايه ميه. احنا حاطين لتر لبن يعني 4 كوبايات، وكوبايه ميه يعني احنا عندنا 5 كوبايات من السوائل. لكل كوبايه بنحط معلقه كبيره نشا. اول ما اتاكد ان السكر داب كويس بضيف النشا، وبعد كده بضيف كيسين من الفانيليا. بنفضل نقلب لحد اما القوام يتقل ويبتدي يعمل الفقاقيع اللي شايفينها دي. بعد كده بنطفي عليه وبنغرفه في الاطباق. الكمية دي عملت لي 10 بولات، بنسيبهم لحد ما يبردوا كويس جدا. بعد كده بنغطيهم وبندخلهم التلاجة، وده سر من اسرار ان الرز بلبن يطلع وشه مكرمش كده زي اللي بنشتريه من بره. اما تيجوا تاكلوه تقدروا بقى تضيفوا اي حاجة انتم بتحبوها. انا بحبه جدا مع المكسرات، ممكن ترشوا قرفة على الوش، ممكن تحطوا ايس كريم، ممكن تاكلوه سادة كده. هو في كل الاحوال طعمه بجد خطير. انا عايزاكم تجربوه، متأكدة ان انتم عمركم هتعرفوا تاكلوه من ايد حد تاني. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وفولو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.